خلاص من النهارده مفيش توتر ولا عصبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم وفيديو جديد. ان شاء الله النهارده انا جايالك بحل سحري ان شاء الله للتوتر والغضب والعصبيه. لو انت دايما بتتعصبي ومش عارفه تتحكمي في عصبيتك ولا في غضبك ودايما حاسه ان انت متضايقه ومخنوقه، النهارده انا جيتلك بتمرين ممتاز جدا هيساعدك على تخفيف التوتر والعصبيه والغضب. بس اهم حاجه انك تستمر عليه زي ما انا هقولك على طريقته دلوقتي. التمرين اللي احنا ان شاء الله هنستمر عليه علشان يساعدنا على تخفيف التوتر والقلق والعصبية والتحكم في الغضب هو تمرين التنفس. تمرين التنفس ممتاز جدا لانه بيهدي اعصابك. مع الوقت بتحسي انك دماغك بيقدر يتحكم في نوبات الغضب بتاعتك، بس اهم حاجة انك تواظبي عليه. ازاي تمرين التنفس احنا ممكن نعمله؟ اول حاجة هو تمرين التنفس بيبقى في 3 خطوات. الخطوة الأولى هي إنك تاخدي النفس من أنفك وتاخديه في 4 عدات، بيكون بالطريقة اللي أنا هعملها دلوقتي. وبعدين تاني خطوة إنك تكتميه جوه صدرك، كتمة يعني نفسك، لمدة 7 عدات. تالت خطوة هي إنك تخرجي النفس في 8 عدات بس بالطريقة اللي أنا هعملها دلوقتي. انت لو استمريتي على تمرين النفس بالطريقة اللي أنا قلتها لك دي إن شاء الله هتحسي براحة جامدة جدا، وهتحسي بفرق إن شاء الله في حياتك وفي نفسك. يعني كمان في ناس بتقولي واحنا بنعمل تمرين التنفس ده في الأول بيبقى صعب علينا لأننا يا جماعة بنتنفس غلط. فأنا عاوزاكي تمرين التنفس ده تعمليه بالطريقة اللي أنا قلتها لك دي. تاخدي النفس من أنفك في 4 عدات وتكتميه في صدرك لمدة 7 عدات، وبعدين بتخرجيه بالدفع من فمك في 8 عدات. والطريقة دي هتعمليها، أنا عاوزاكي في الأول تاخديها يعني بعد الصلاة، بعد كل صلاة اعمليه لمدة 4 مرات أو 5 مرات، يعني اللي أيسر لك اعملي 4 مرات. فتعملي التمرين ده وتواظبي عليه ان شاء الله هتحسي بفرق كبير جدا، وهتحسي براحة نفسية كده، وتحسي انك قدرتي تتحكمي اكتر مع الوقت في الغضب والعصبية. اتمنى الفيديو يكون افادكم، واتمنى انك تواظبي على تمرين التنفس. اتمنى انك تكتبي لي في التعليقات لو انت جربتي تمرين التنفس ده واستمريتي عليه، وتقولي لي يا ترى فرق معاكي ولا لا. لو انت وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو ولسه ما اشتركتيش في القناه، فياريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في سلسله الفيديوهات اللي هنعملها باذن الله علشان تتغيري للافضل وتكوني في احسن صوره منك. اتمنى انكم تدعموا الفيديو باللايك، وكمان تنشروا الفيديو وسط ناس كتير علشان نكون فعلا خير امه اخرجت للناس. واستنوني في فيديو جديد، ومع تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.